اقرأ وبطل جهل وفتي عشان المجال مش ناقص هبيده. من كام يوم نزلت فيديو عن تمرين القطنيه وان معظم الناس اللي انا شفتها بتتمرن التمرين ده بتتمرنه غلط. وضحت الفيديو وقلت اسباب بمنظور علمي مش منظور انا جايبه من دماغي. الاخ عمل لي كومنت بيقول لي يوسفني اقول لك ان اللي انت بتقوله ده غلط 100% وبيجيب اصابه والتمرين العادي بتاعنا هو اللي صح. طيب خلينا الاول نفهم التكنيك اللي هو بيلعب بيه ده اصلا بيستهدف ايه. اول حاجه احنا عندنا الهيب جوينت. الهيب جوينت اللي هو مفصل الحوض. من حركات مفصل الحوض ان هو بيعمل فليكشن واكستنشن، ومن العضلات اللي بتتاثر بالحركه دي هي عضله الجلوتس. الوظيفه بتاعتها انها بتعمل اكستنشن، يعني لما جسمك يكون متني بالشكل ده والحوض بتاعك عامل فليكشن الجلوتس تفردك لفوق وتعمل لك اكستنشن. يعني احنا دلوقتي متفقين ان التكنيك اللي هو بيلعب بيه ده مش بيستهدف اصلا القطنيه ولا العضلات المثبته لعمودك الفقري، هو بيستهدف الجلوتس. انت دلوقتي هتيجي تقول لي طب ما انا بحس بالقطنيه وانا بتمرن التمرين ده. طبيعي تحس بالقطنيه لان هي شغاله في وضع ايزومتريك، لان هي ساحبه جسمك لفوق علشان خاطر ما ينزلش لتحت. زي مثلا انت بتلعب تمرين بلانك، هل انت في تمرين البلانك بتحرك بطنك؟ لا، بس هي شغاله. ما بتحركهاش بس هي شغاله في وضع ايزومتريك، يعني وضع ثبات. وبيقول ان علم الحركه بيقول ان اللي انت بتقوله ده غلط وبيؤدي لاصابه في الديسك وممكن يعمل انزلاق غضروفي. علم الحركه نفسه بيقول لك ان العمود الفقري بتاعك من وظائفه ان هو يعمل فليكشن واكستنشن. وعلم الحركه برضو بيقول لك ان من وظائف العضلات الناصبه للعمود الفقري الاكستنشن اوف سباين، يعني ان هو يشد جسمك لفوق، يعني عمودك الفقري يتني ويرجع تعمل له اكستنشن ان هو يتفرد تاني. زي الحركه دي بالظبط، دي الحركه اللي بيقوم بيها عمودك الفقري والعضلات المثبته ليه. ونرجع لنقطه انك لو ماسك وزن هيجي لك اصابه، وان في دكاتره علاج طبيعي مصدقه الكلام اللي هو بيقوله. اي تمرين في الدنيا لو انت لعبت بوزن غير مناسب قطعا هيجيب لك اصابه، سواء بقى شيست باي تراي قطنيه ايا كان التمرين. فمن الطبيعي ان لما اجي العضلات زي العضلات الناصبه للعمود الفقري واشيلها وزن تقيل انها هتتصاب، ولما اجي لعضله الشيست واشيلها وزن تقيل هي برضه هتتصاب. فمن المنطقي ان انا اطبق مبدا اسمه البروجريسيف اوفرلود او الزياده التدريجيه، ان انا ابدا بالوزن اللي قادر اشيله ومع الوقت ابدا اتطور فيه لحد ما اكون قادر اشيل 150 كيلو بغض النظر على الارقام. في الاول وفي الاخر برضه يا شباب عايزكم تبقوا فاهمين ان انتوا ما تبصوش للحاجه على انها او لا، بصوا للحاجه على انها ليه. وانا ما فيش اي خلاف شخصي بيني وبينه، هو طلع اتكلم على حاجه وانا رديت عليه. انا لما جيت اتكلمت على الفيديو اللي فات وقلت ان نص مصر بتلعبه غلط او كل مصر بتلعبه غلط، ده لان الناس بتلعبه على انه جلوتس ومفكره قطنيه، وانا كاتب في الكابشن تحت ازاي تتمرن قطنيه. فارجع اكد على نقطه انك تقول ليه ما تقولش اه او لا، ليه ده بيعمل كده، ليه الصح كده، ليه الغلط كده. لو عايز تناقش في اي حاجه من اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده او في اي حاجه مختلفه تقدر عادي تبعت لي على الدي ام او تكتب لي تحت في الكومنتات. لايك وفولو المحتوى اكتر.